جاي هنا كنت تعمل ايه؟ صاحبي ده واقف في الميدان، كنا بنضرب بالطوب، صاحبي ده اتصل باخته، هتلاقي الحق الدنيا هنا خربانه خالص. دخلوا عليه مسكوه. معاك يعني انت حزب وطني؟ حزب فين الكارنيه ده؟ هات يا عم البطاقه اهي، اللي امسك البطاقه اهو. ورينا فين الكارنيه الحزب اللي بنتكلم عليه؟ يقول لك كارنيه حزب. فين البطاقه يا؟ وما انت كنت واقف على الناحيه الثانيه بترمي طوب ليه؟ عن الناحيه وانا عجبت ابو فيه ينفع بالعقل، ينفع حد يعدي من ناحيه لناحيه والعقل. يا سلام يا عم ده خدوه من الميدان، خدوا ده من الميدان، وانا دخلت عليه وقلت له يا جدعان تبعي. ده من سجن اسكندريه. بص ايه حكايتك يا اخويا؟ احكي لي حكايه. انت شويه ايش نحكي لك حكايه جميله. ايوه هم كده. وزاره الداخليه قالوا لي خد 5000 جنيه وقول يحيى مبارك واضرب للشعب بتاع مصر. جاي من فين؟ انت جاي من فين؟ جاي من اسكندريه. اسم ايه؟ طب منطقتي ولا اسم ايه؟ انا اسكندريه. قول تاني قالوا لك ايه؟ مش تاكل يقول لي خد 5000 جنيه قول يحيى وانت من منطقتي. انا اسمي جمال السيد حق يوسف من اسكندريه. اسمي ايه؟ منطقتي ايه؟ من العوايز في مراغب شارع الفرن. ممسوك كنت فين؟ كنت ممسوك فين؟ اسكندريه. كنت في اسكندريه في اسم ايه؟ تبع اسم ايه؟ تبع اسم رحت اسم العمريه بعد كده رحلوني الاسم وقالوا لك تعمل ايه؟ مين اللي قال لك كده؟ قالوا لك تعمل ايه بالظبط؟ قالوا لك تعمل ايه؟ قالوا لي تاخد 5000 جنيه وتقول يحيى مبارك. ومين اللي اداك ولا مين اللي هيديهم لك؟ اللي اداني واحد من وزير الداخليه بس مش عارف ايه ده، رئيس مبحث ولا مأمور ولا نوع ايه مش عارف. اللي ادينا راجل لابس بدله وحاطط على حرف البدله من هنا البتاعه بتاعت المحكمه دي اللي عامله شبه الميزان دي. الاوضاع بتاعت الاوضاع دي.